فيلم افتر ايرث. في المستقبل الزيادة السكانية والتغييرات المناخية أدت لتدمير الأرض، وساعتها اتكونت منظمة اسمها الحراس المتحدين وبدأوا ينظموا إخلاء للكوكب، والبشر اضطروا إنهم يعيشوا في مستعمرات فضائية اسمها نوفا برايم. بما أن البشر سابوا الكوكب بتاعهم، في جنس من الفضائيين اسمه سكرول بعت مجموعة من الكائنات المتوحشة عشان يقضي على الجنس البشري كله. الكائنات المتوحشة دي كان اسمها كائنات الأرسا. الأرسا كانت كائنات عملاقة عمياء، وكانوا بيحسوا بالبشر عن طريق شم الفرمونات اللي بتخرج لما بيكونوا خايفين. الحرب قامت بين البشر والأرسا، وكانت حرب شرسة راح فيها ملايين البشر لحد ما ظهر قائد شجاع اسمه سايفر. سايفر كان بيقتل الكائنات دي بكل سهولة، وده لأنه اتعلم ازاي يخبي خوفه في وسط القتال، وبالتالي يبقى مختفي بالنسبة للأرسا. والأسلوب اللي كان بيستخدمه ده أطلق عليه اسم أسلوب الشبح. بعدها ابن سايفر اللي اسمه كاتاي انضم لأكاديمية الحراس، وده لأنه كان عايز يبقى حارس شجاع وقوي زي والده. كاتاي كان مجتهد جدا وكان بيعمل أكتر من اللي عليه عشان يثبت نفسه إنه قوي، بس بالرغم من درجاته الممتازة إلا إنه ما كانش بيأدي كويس في ميدان المعركة، لأنه ما كانش بيعرف يسيطر على خوفه ومشاعره، وده منع ترقيته لرتبة حارس. في نفس اليوم بالليل سايفر رجع بيته بعد مهمة، وعلى العشاء كاتاي ابنه قال له إنه فشل في اختبارات الترقي. سايفر ما عملش أي ردة فعل تجاه اللي ابنه قاله له، يعني لا وساوة ولا قال له معلش حتى كالعادة، يعني لأنه دايما كان بيتعامل مع عيلته بدون أي مشاعر. ده حتى كان بيخلي كاتاي يقول له يا فندم، وكأنه مش عارف يفرق بين ميدان الحرب والبيت. ورد على كاتاي بإنه أكيد ما عملش اللي عليه، لأن الأكاديمية قراراتها كلها صح وعارفة إمتى هيكون جاهز. بعد العشاء سايفر ادى لزوجته فايا هديه جابها من اخر مهمه كان فيها، وقال لها انه هيسافر بكره عشان يدرب طلاب الاكاديميه، وقال لها انه بعد مهمه التدريب دي هيوقف شغله كحارس وهيشتغل معاها في الاداره. فايا فرحت جدا بقراره وقالت له انه لازم يبقى اقرب لكاتاي ابنه ويتكلم معاه كأب، وكملت كلامها بان كاتاي مش حاسس بالامان من ساعه موت اخته سينشي، وبيحاول يعوض النقص ده عن طريق قرايه مذكراتها. بعد ما سايفر سمع الكلام ده قرر يقرب اكتر من ابنه، وقال له انه هياخده معاه في المهمه الجايه. هو ده التقرب من وجهة نظرك يا عم سايفر؟ بعدها مجموعة سايفر كانوا بيستعدوا للمهمة، وكاتاي لاحظ إن في واحد من الحراس رجله مقطوعة. الحارس ده كان بيشكر والده جدا لأنه أنقذ حياته وخلى زمايله يساعدوه، ووقف على رجل واحدة وادى التحية العسكرية لسايفر كنوع من أنواع الشكر على اللي عمله معاه. بمجرد ما السفينة اتحركت كاتاي اتكلم مع والده وقال له إنه بيقرا مذكرات أخته، بس سايفر كان بارد كالعادة وقال له إن الأحسن إنه ينام شوية ويستعد للمهمة. كاتاي عمل نفسه نايم، وأول ما سايفر غفل كاتاي أمن الكرسي بتاعه وراح عشان يستكشف السفينة، ووقف قدام باب مكتوب عليه ممنوع الدخول. بالرغم من اليافطة التحذيرية إلا إن كاتاي دخل الباب، وهناك الحراس الموجودين زعقوا له لأنه دخل، بس أول ما عرفوا إنه ابن الشبح سايفر سابوه يدخل ويستكشف هما محملين إيه. الحراس كانوا محملين كائن أرسى على السفينة عشان يستخدموه في تدريب طلاب الأكاديمية على تقنية الشبح. الحراس بدأوا يلعبوا مع كاتاي وتحدوا إنه يقرب من الأرسى بدون ما تشوفه، بس أول ما كاتاي قرب من الأرسى بدأ يجيله ذكريات عن يوم موت أخته. في يوم من الأيام في كائن أرسى دخل البيت بتاعهم، وساعتها سينشي أخته حطت كاتاي تحت وعاء زجاجي عشان الأرسى ما تشمش ريحته وبالتالي ما تشوفوش. بنرجع تاني للسفينة وبنشوف إن أول ما كاتاي كان على بعد خطوات من الأرسى بدأ يخاف منه بسبب ذكرياته. ساعتها الأرسى شمه واتحرك في القفص بتاعه، وكاتاي خاف منه وخد خطوة لورا. في نفس الوقت سايفر قام من النوم، وده لأنه حس باهتزازات غريبة في السفينة الفضائية. سايفر حط إيده على جدار السفينة وساعتها اتأكدت شكوكه، السفينة كانت داخلة على مجموعة من الكويكبات. فسايفر راح جري وبلغ الحراس انهم يكونوا مستعدين، وامر ابنه كاتاي انه يرجع مكانه ويلبس بدله القتال بتاعته، وراح بعدها للطيارين وقال لهم انهم داخلين على مجموعه كويكبات. بس للاسف الطيارين ما قدروش يصححوا مسارهم في الوقت المناسب، والسفينه بدات تخبط في الكويكبات وتدمر واحد من المحركات. سايفر امر الطيارين انهم يدخلوا اقرب ثقب اسود وينتقلوا من المكان اللي هم فيه، وفعلا الطيارين عملوا كده ولقوا نفسهم فوق كوكب الارض. سايفر امرهم بتغيير اتجاههم من تاني لان الرجوع لكوكب الارض محرم على البشر، بس الطيارين قالوا له ان السفينه اتدمرت تقريبا وهيضطروا انهم ينزلوا على الارض. السفينه دخلت الغلاف الجوي للارض وبدات تتهز جامد جدا، وكاتاي كان خايف وسايفر راح لابنه وحاول انه يهديه، بس فجاه السفينه اتدمرت وسايفر طار منها وكاتاي اغمى عليه. اول ما كاتاي فاق لقى ان كل الحراس ماتوا، ولحسن الحظ لقى ان والده لسه عايش ففضل جنبه لحد ما يفوق. سايفر فاق بعد فتره وكاتاي قال له ان ديل السفينه اتكسر، وده معناه ان الارسا طار مع الديل. سايفر قال لابنه يروح غرفه القياده ويجيب مناره الطوارئ من هناك، بس لما كاتاي لقى المناره اكتشف انها مكسوره. ساعتها سايفر قال له ان في مناره تانية في ديل السفينه. سايفر كلف ابنه انه يجيب المناره لان رجله مكسوره واللي كانت على بعد 100 كيلومتر، وكمان اداله الادوات اللازمه للمهمه واللي كانت عباره عن السلاح بتاعه وستة من عبوات الاستنشاق عشان يقدر يتنفس في بيئه الارض الملوثه، وطمنهم ان بدله القتال بتاعته فيها كاميرات وانه هيكون معاها طول الوقت،
واخر حاجه سايفر قالها لابنه ياخد باله من نفسه، لان الحيوانات والحشرات على كوكب الارض اتطورت وبقوا كلهم خطر على الانسان. في الوقت ده قطاي بدأ يفتكر مشهد أخته وهي بتتقتل قدام عينيه، وسأل سايفر عن القرصة اللي كان معاهم. سايفر طمن قطاي وقال له إنه غالبا مات في الحادثة اللي هم عملوها، بس برضه قال له يخلي باله ويعتبره لسه موجود. قطاي خد واحدة من عبوات الاستنشاق اللي كانت معاه، وأول ما خرج من السفينة بدأ يخاف بسبب جثث الحراس اللي كانت في كل مكان. سايفر حاول يهدي ابنه عن طريق تكنيك خاص بيهم، كان بيقعد فيه قطاي على ركبته وحفزه بإنه شجاع ولازم يتغلب على خوفه. قطاي انطلق في رحلته واتفاجئ بوجود عنكبوت على ايده وهو بيتسلق لفوق. قطاي رمى العنكبوت بسرعه ووصل لقمه الجبل، واتفاجئ من كميه الحيوانات والطيور اللي هو شايفها، وده لانه كان عايش على سفينه فضائيه طول عمره. في نفس الوقت سايفر اطلق شويه طيارات بدون طيار وبدا يدور على القرصه، وكمان نبه قطاي ان الدنيا بتبرد جدا لما الليل بيجي ولازم يكون موجود في واحده من النقط الساخنه. سايفر فحص اصابته واتاكد ان كسر رجله شديد جدا، وساعتها قرر انه ياخد مسكن للالم عشان يستعد للعمليه الجراحيه، بس جهاز الطب في السفينه حذره ان المسكن ده هيخليه يحس بالنوم وكمان هيضعف نظره، وده خلى سايفر يفتكر الوقت اللي بنته كلمته فيه وهو بيحارب وازاي اتصرف معاها ببرود في المكالمه، واحساسه بالذنب خلاه ما ياخدش المسكن ويركز مع ابنه. بعد لحظات قطاي لاحظ ان لون بدلته بيتغير للون الاسود، وسايفر قال له ان ده نوع من مستشعرات الحركه، وده معناه ان في كائن قريب منه جاي ناحيته. بعد لحظات قطاي ظهر قدامه قرد، وسايفر طلب منه انه ما يتحركش من مكانه، بس قطاي ما سمعش الكلام وخد طوبه ورماها على القرد. القرد ساعتها اتعصب ونادى على اصحابه، وكل القرود الموجوده بدات ترمي طوبه على قطاي. ما قالك ما تتحركش يا عم قطاي. قطاي بدا يجري بكل طاقته عشان يهرب من القرود، وسايفر وجهه ناحيه نهر لان القرود مش هتعرف تعدي الميه. فعلا القرود اتوقفت عند النهر، بس قطاي كان مرعوب لدرجه انه كمل جري لمسافه طويله وسلاحه مفتوح. من تاني سايفر استخدم التكنيك بتاع الركبه وامر قطاي انه يقعد على ركبته وبدا يهدي. في اللحظه دي الكمبيوتر حذر سايفر من وجود سم في دم قطاي، وفعلا قطاي لقى ان في دوده سامه موجوده على ايده، فرماها بعيد بسرعه وطلع مضاد السموم من الشنطه بتاعته. بس لسوء الحظ قطاي فقد السيطره على ايده واضطر انه يرمي جسمه على الحقنه عشان الابره تدخل في جسمه وياخد مضاد السموم. بعد ساعات سايفر لاحظ ان درجه الحراره بتقل، فبدا ينادي على ابنه ويفوقه وقال له يدخل في واحده من النقط الساخنه قبل ما درجه الحراره تقل، بس لسوء الحظ اقرب واحده كانت على بعد 10 كيلو متر. في نفس الوقت الكمبيوتر قال لسايفر انه محتاج يعمل العمليه الجراحيه حاليا، بس سايفر ما خدش المسكن برضه عشان يفضل مركز مع ابنه وبدا العمليه بدون مسكن. في العمليه سايفر بيفتكر مكالمه بينه وبين بنته في عيد ميلادها، وكانت بتطلب منه انه ينفخ في الشمع. سايفر رفض انه يعمل كده لانه كان شايف ان ده هبل، بس بنته اتحلت عليه وفعلا نفخ في الجهاز اللي معاه والشمع انطفى بسبب قطاي اللي كان مستخبي. بنرجع تاني لقطاي وبنشوف انه نجح في الوصول لواحده من النقط الساخنه، وهناك بدا يفحص الامدادات اللي معاه واكتشف ان في 2 من عبوات الاستنشاق مكسورين بسبب وقعته على الحقنه. قطاي كذب على والده وقال له ان مفيش حاجه اتكسرت، بس والده قال له انه بيكذب. قطاي خد واحده من عبوات الاستنشاق واستخبى من المطر تحت الشجره، واستغل الفرصه وبدا يسال والده عن تقنيه الشبح وقال له ازاي قدر يوصل لها وهو في وسط الحرب. سايفر قال لابنه في يوم في الحرب في قرصه ضربني في كتفي واحنا الاتنين وقعنا مع بعض في النهر. ساعتها انا استسلمت تماما لفكره اني خلاص هموت، بس الغريب اني ما كنتش خايف وبالتالي اختفيت بالنسبه للقرصه. في الوقت ده فهمت ان الخوف حاجه وهميه وقدرت اسيطر على مشاعري واتحكم في خوفي. تاني يوم سايفر بعت قطاي للشلالات لان الطيارات بدون طيار لقت حاجه مش مفهومه. في الطريق قطاي لقى عدد كبير من جثث القرود، وده يعتبر اشاره لخطر كبير جدا. بمجرد وصول قطاي للشلالات سايفر اتكلم معاه وخلاه يحصر الامدادات اللي معاه تاني، وزي المره اللي فاتت قطاي كذب على والده في عدد عبوات الاستنشاق. سايفر قال لقطاي انه بيكذب عليه وخلاه يحسب اللي باقي معاه بدقه والوقت اللي هيكفيه فيه، وبعد الحسبه دي استنتج ان قطاي مش هيقدر يكمل المهمه بتاعته، وامر قطاي بعدها يلغي المهمه ويرجع تاني. قطاي فكر في اليوم اللي اخته ماتت فيه قدام عينيه ورفض انه يكرر نفس اللي حصل تاني مع والده، فرفض الغاء المهمه وقال لوالده انه مش هيبقى جبان مره تانيه، وكمان لام سايفر لانه ما كانش موجود في البيت عشان يحمي سينشي. سايفر طنش كلام قطاي واصر انه يلغي المهمه ويرجع تاني، بس قطاي ما سمعش كلامه ونط من فوق الشلالات وفتح جناحات البدله بتاعته وبدا يطير بيها، بس فجاه ظهر فوقه صقر كبير جدا وفضل يجري وراه. قطاي راح ناحيه الشلال وحاول يبعد الصقر عنه، بس للاسف الصقر فضل وراه وهجم عليه، وقطاي فقد الوعي نتيجه للهجوم ده وكل الاتصالات اتقطعت بينه وبين سايفر. بعد شويه قطاي فاق من الاغماء واتفاجئ لما لقى نفسه في عش الصقر الضخم مع الصقور الصغيرين. قطاي حاول يهرب من العش بهدوء، بس فجاه في مجموعه من الاسود هجمت على العش عشان تاكل الصقور الصغيرين. الصقر الضخم جه من تاني وهاجم الاسود، بس للاسف عددهم كان كبير جدا وكان بيدخلوا العش من كل الاتجاهات. قطاي
قطاي بدأ يدافع عن نفسه ونجح انه يرمي واحد من الاسود بره العش، والصقر الضخم خد واحد من الاسود ورماه هو كمان. ولما هجم الاسد التالت قطاي ما كانش قدامه اي حل غير انه يستعمل سلاحه، ونجح فعلا انه وقع التالت من العش ويموته. لما قطاي نزل من العش شاف الصقر الضخم وهو بيبكي على موت ولاده بعد المدعكه اللي حصلت دي. قطاي حاول يتصل بوالده مره تانية بس اكتشف ان جهاز الاتصال بتاعه بايظ. وفي الناحيه التانية الطيارات لقت صور لسايفر بتبين ان في جثث متعلقه على شجره، وده معناه ان الكائن الارسل لسه عايش. وساعتها سايفر قرر يسجل رساله لزوجته وكان بيقول لها فيها انه فقد ابنهم. بنرجع تاني لقطاي وبنشوفه وهو بيدخل كهف عشان يتجنب برد الليل. قطاي شاف رسومات جوه الكهف بتدل على ان في ناس كانوا موجودين هناك، وكمان لقى تعابين سما كتير، ولحسن حظه قدر يتجنب هجماتها. لما قطاي استقر في الكهف بدأ يحسب المسافه اللي باقيه ويقارنها بالامدادات اللي معاه. النتيجه ما كانتش مبشره بالنسبه له، بس قرر انه يخاطر عشان ينقذ والده. تاني يوم الصبح قطاي خرج من الكهف وكمل الرحله بتاعته، وفي الطريق لاحظ وجود الصقر الضخم وفكر انه عايز يهجم عليه، فكمل طريقه اسرع وحاول يتجنبه. ووصل بعدها النهر وبنى قارب صغير من الخشب وركب فيه وسابه يعوم مع الطياره على ما يرتاح هو شويه. قطعي شاف اخته سينشي وهو نايم واتكلم معاها وقال لها انا كنت عايز اخرج بره الوعاء اللي كنت فيه وانقذك بس خفت وما قدرتش، انا اسف. وسينشي ردت عليه وقالت له انها مش زعلانه انه انقذ نفسه، وكمان قالت له يبقى حنين شويه مع والده لانها عارفه انه بيلوم نفسه كتير بسبب موتها. قطعي كمل كلامه وقال لسينشي انه بيقرا المذكرات بتاعتها، بس فجاه سينشي شكلها اتغير واتشوهت وصرخت وامرته انه يصحى. قطعي قام مفزوع من النوم واكتشف ان القارب وقف في نهايه النهر، وكمان لان الوقت سرقه والليل قرب يجي. قطعي بدأ يتحرك بسرعة وحاول يلاقي نقطة ساخنة يتداري فيها، بس للأسف ما كانش سريع كفاية. درجة الحرارة كانت منخفضة جدا لدرجة إن النباتات بدأت تتجمد، وبسبب كده قطعي وقع على الأرض وفقد الوعي. قطعي فكر إنه خلاص مات، بس لما صحي تاني يوم اكتشف إن الصقر نام فوق وضحى بنفسه عشان يدفيه. طبعا ده لأن قطعي دافع عن ولاد الصقر، فشكر الصقر وكمل رحلته من تاني. بعد فترة من الوقت قطعي بدأ يتنفس بصعوبة بسبب انتهاء عبوات الاستنشاق، بس لما لقى حتة من السفينة الأمل دب فيه من تاني وقرر إنه يحمل على نفسه ويكمل رحلته. وفعلا بعد لحظات قدر يلاقي ديل السفينة، وهناك لقى عبوات استنشاق تانية وسلاح جديد، بس للأسف لقى قفص القرصة مكسور، وده معناه إن الوحش حر. بنرجع تاني لسايفر وبنشوفه وهو بيحلم بقطاي الصغير وهو بيسلمه السلاح بتاعه، وفجأة سايفر بيصحى من النوم على صوت قطاي. سايفر حاول يكلم قطاي بس ديل السفينة كان خارج نطاق الاتصال وما كانش قادر يوصل كلامه لابنه. قطاي حاول إنه يستخدم جهاز المنارة بس الإشارة كانت ضعيفة جدا في مكانه، وساعتها حس باليأس والإحباط وبدأ يغضب جدا لأن رحلته دي كانت بدون فايدة. بس بعد لحظات قطاي نزل على ركبته وحاول يهدي نفسه ويفكر من الأول وجديد. قطاي فهم إن المنطقة اللي هو فيها خارج نطاق التغطية، وفكر ساعتها إنه يطلع فوق البركان عشان الشبكة تبقى أقوى. وفعلا قطاي انطلق لقمة البركان، وفي الطريق لقى جثة متعلقة لواحد من الحراس، وبنكتشف إن القرصة هو اللي علق الجثة دي عشان قطاي يخاف منها والفرمونات بتاعته تنطلق ويعرف يشمه. قطاي قرر إنه يكمل رحلته بالرغم من الجثة دي، وفعلا وصل لقاعدة البركان وحاول يشغل المنارة من تاني بس الإشارة كانت ضعيفة برضه وفشل في تشغيلها. بننتقل تاني لسايفر وبنشوف إنه قدر يتبع القرصة وعارف إنه بيجري ورا ابنه حاليا، وساعتها اتمنى إن قطاي يتصرف بسرعة قبل ما الوحش يطوله. بنرجع تاني لقطاي وبنشوف إنه دخل كهف جوه البركان عشان يطلع منه لمكان أعلى، بس أول ما دخل الكهف لقى إن القرصة مستنيه جوه. القرصة هجم على قطاي وقطاي فضل يهرب منه لحد ما دخل في مكان ضيق بين الصخور، بس القرصة ما بعدش عنه وبدأ يكسر الصخور ويجري وراه لحد ما قطاي نزل في المايه وريحته اختفت عن القرصة وبالتالي ما عرفش يحدد مكانه. بنرجع تاني لسايفر اللي الكمبيوتر بلغه بفشل العملية الجراحية واغمى عليه بعدها من شدة الألم. قطاي نجح انه يهرب من القرصة وخرج من المايه وبدأ يتسلق الصخور عشان يوصل لقمة البركان، بس القرصة خرج من المايه فجأة وهجم على قطاي من تاني وقدر يمسكه من رجله. قطاي ضرب الوحش برجله ووقعه في المايه واتسلق بعدها لقمة البركان. اول ما قطاي وصل للقمة حاول انه يشغل المنارة بس القرصة ظهر قدامه فجأة وضربه ضربة قوية طيره. قطاي وقع على الارض وبدأ يتألم وكان بيفتكر اللحظة اللي اخته ماتت فيها قدام عينيه، وفي اللحظة دي قرر ما يستسلمش للقرصة وبدأ يطبق التدريبات بتاعة والده. اخيرا قطاي قدر يتغلب على خوفه وبكده يكون وصل لوضعية شبح وبالتالي القرص ما قدرش يشوفه. قطاي استغل الوضع لصالحه ومسك سلاحه من تاني وبدأ يضرب الوحش، وبما انه مخفي بالنسبة للقرصة فقدر يتغلب عليه بسهولة. سايفر كان شايف كل اللي حصل وكان فخور جدا بابنه لانه قدر يقتل القرصة، واخيرا فقد الوعي من تاني بس وهو مطمن على ابنه. بعد قتل القرصة قطاي شغل جهاز المنارة وخلال ساعات كان الحراس وصلوا للأرض وأنقذوا قطاي ووالده. قطاي كان قلقان جدا على والده بسبب الإصابات اللي في جسمه بس الحراس طمنوه وقالوا له إنه هيبقى كويس. في الوقت ده سايفر حمل على نفسه واتسند على الحراس ووقف على رجله المكسورة وادى التحية العسكرية لابنه لأنه شجاع ومقاتل. وقطاي جري على والده وحضنه وطلب منه إنه يوقف قتاله ويشتغل مع والدته، واخيرا سايفر رد الحضن لابنه ووافق على طلبه وقال له انه هيتقاعد وهيكون اب مثالي ليه وهيعوضه عن كل اللي فات. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. شكرا على المشاهدة وسلام يا صديقي.